النهارده هنتكلم عن حضارة مهمة جدًا كانت موجودة زمان جدًا من آلاف السنين قبل الميلاد. الحضارة دي بيسموها حضارة السند. الحضارة دي برضه جالها وقت وانتهت زي الحضارة المصرية بالضبط. عندنا مدخلات مختلفة شوية عن نهاية الحضارة المصرية، يعني في الحضارة المصرية إحنا جالنا غزو إغريقي، غزو روماني وخلافه والغزوات اللي جات بعدين. لكن في حضارة السند الحضارة انتهت فجأة. يعني في كذا مكان في الهند لقوا فيه بقايا عظم بتاع ناس، طبعًا مش أعداد ضخمة من الناس، يعني الأسطورة بتقول أو اللي نعرفه عن المدينة دي اللي كان فيها حضارة قديمة، في مدينة اسمها موهنجو دارو كانت موجودة في الهند. المدينة دي كان لقوا فيها مباني قديمة جدًا وترجع لكام ألف قبل الميلاد، ويُقال يعني إن هي ابتدت من 9000 قبل الميلاد، ويُقال إن المدينة دي كانت مدينة من أكتر المدن اللي كان فيها تعداد. 5.000.000 وال5.000.000 في الوقت ده كان عدد ضخم جدًا، لإنه مثلًا عندنا في مصر بيُقال إن إحنا في أيام رمسيس التاني كان عدد السكان 2.000.000. إيه اللي حصل في موهينجو دارو؟ موهينجو دارو دي مكان عملوا فيه حفاير من وقت قليل، يعني 1922 كانوا أول مرة يكتشفوا أي حاجة ليها علاقة بالمكان ده. اكتشفوا إيه في المكان؟ اكتشفوا عظم بني آدمين، مئات الأشخاص يعني مش ملايين ولا حاجة، بس لقوا حاجة غريبة جدًا. لقوا إن البني آدمين دول موجودين في أوضاع غريبة وأوضاع غير طبيعية، كأن حصلت لهم كارثة فجأة دمرتهم تمامًا، وكانوا في أوضاع مش أوضاع إن هم ميتين ومدفونين حتى، لأ، بس لقوا العظم بتاعهم. ولمّا حللوا العظم بتاعهم ده سنة 1922 لقوا حاجة غريبة جدًا. لقوا آثار إشعاع في العظم بتاعهم. وبعد شوية قعدوا يقروا شوية ويذاكروا في الموضوع ويدوروا في الأساطير القديمة اللي موجودة في السند القديمة. من أهم الأساطير اللي معروفة أسطورة اسمها المهابارتا. المهابارتا دي حاجة كده زي النصوص المصرية القديمة اللي عندنا، وإحنا مش عارفين بالضبط هي ابتدت إمتى. ناس بتقول 7000 قبل الميلاد، وناس بتقول 9، وناس بتقول أكتر، وناس بتقول أقل. ف زيها زي النصوص المصرية القديمة وزيها زي الحضارة القديمة، ما عندناش توثيق تاريخي أو تأريخ ثابت نقدر نعتمد عليه بشكل أساسي وثابت. الملحمة دي بتوصف حاجات كتيرة حصلت، والملحمة دي من أكبر الملاحم اللي موجودة، ويقال إن هي أطول حاجة لقوها مكتوبة منذ العصور القديمة يعني. الملحمة دي جزء منها بيتكلم عن كارثة حصلت اللي هي أدت لنهاية العالم، اللي هو في وجهة نظرهم الحضارة بتاعتهم. إيه الكارثة اللي حصلت دي؟ بيقولوا إنه فجأة كان في نور ضخم جدًا قرّب على الأرض، وبعد كده ابتدت تحصل كوارث، مستوى مَيّة البحر ارتفع، وابتدى يحصل تلج بقى في كل مكان، وابتدت تحصل أعاصير وبراكين، والأرض بقت بتهتز، والناس اتدمرت، وبقى كل الحيوانات والطيور مرمية على الأرض وميتة، والبني آدمين كمان ميتين. فإيه هي الكارثة اللي ممكن تحصل تتقال بالشكل ده؟ مع العلم إن إحنا بنتكلم على أسطورة. طبعًا إحنا في دراستنا كلها بنتعامل مع الأساطير إن هي يعني fiction أو إن هي قصة مش حقيقية، ده واحد قاعد فاضي كده قرر إن هو يعمل أسطورة. لكن لو إحنا بصينا زي ما قُلت كذا مرة قبل كده، لو بصينا لكل الحاجات اللي بتحصل عندنا سواء دلوقتي في مصر أو سواء القصص المذكورة في الأديان، هنلاقي جزء كبير منها ممكن نتعامل معاه معاملة الأساطير. يعني لو أنا كبني آدم مؤمن بدين معين وكلمتك عن أسطورة موجودة في الدين بتاعي، أنت هتقعد تضحك لإنك هتشوفها أسطورة جدًا. لمّا حد تاني مثلًا هندوسي يكلمني عن المهابارتا ويقول لي إنه حصلت كارثة عظيمة وإنه ظهر كائن ضخم جدًا وإنه حصل ما أعرفش إيه، أنا هاتعامل مع الأسطورة بتاعته إن هي أسطورة. بس الموضوع لمّا يبقى بيخصني أنا، بيخص عقيدتي أو بيخص تاريخي أو بيخص تفكيري، ما باتعاملش معاه معاملة إن هو أسطورة. تاني حاجة مهمة جدًا وإحنا بنبُص للأساطير، إن الأساطير دي بتوثّق أحداث حصلت فعلًا، بس بتوثّقها بشكل أسطوري شوية. ممكن يكون في مبالغة شوية، ممكن يجيبوا شخصيات يلبّسوها بني آدمين هي ما كانتش موجودة، ممكن حاجات يلبّسوها بني آدمين ويدّوها أسماء، وده اللي بيساعد إن الأسطورة دي تستمر وتتناقلها الأجيال عبر آلاف السنوات، وإلا مش هتكمّل. يعني افتكروا كده في التمانينات والتسعينات كان في كتب بتاعة الكرتون ميكي وسمير وفلاش والحاجات دي، كانت فيها شخصيات مش هاقول لكم أسطورية، بس كان في ساعات كتير أشخاص، يعني مثلًا توم أند جيري، إحنا متخيلين من وإحنا صغيرين إن القطة والفار بيلعبوا مع بعض وبيتكلموا، فلما تيجي تكبر شوية تعرف إن الحيوانات دي ما بتتكلمش، هتحس إنه إيه ده؟ إيه اللي حصل ده؟ فالفكرة هي مع اختلاف العصور طبعًا عشان إحنا بنتكلم على حاجة بقى لها كام ألف سنة. المهم المهبرتا دي حكت نهاية العالم بالشكل ده.
لما حللوا العظم اللي لقوه بتاع البني ادمين اللي لقوه في المدينه دي في 1922، اكتشفوا ان في كارثه فعلا حصلت فجاه، وان الموت اللي حصل للناس ده حصل بشكل فجائي وغير طبيعي، وده دليل على اوضاعهم اللي هي شكلها مش طبيعي، ان هم ناس ما كانوش مستعدين للموت، كان ممكن كانوا بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، وفجاه الكارثه دي حصلت فادت لنهايه حياتهم. وبالتالي لقيناهم في الاوضاع الغريبه دي، وكمان لقينا اثار الاشعاع. في مؤخرا نظريات جديده ابتدت تتكلم عن نهايه الحضاره، منها الطوفان مثلا اللي احنا عارفينه في كل الاديان بتاعتنا، ومنها كارثه ثانيه قد تكون هي اللي حصلت وادت لنهايه العالم او نهايه الحضاره القديمه اللي احنا مش عارفين مصدرها كان فين. علماء الجيولوجيا دلوقتي بيتكلموا على حاجه حصلت تقريبا 10500 قبل الميلاد، والتاريخ ده مهم جدا لان يوما ما ستنكشف الحقيقه وايه اللي حصل في اليوم ده بالظبط او في التاريخ ده بالظبط. بيقولوا انه حصل كارثه غير مسبوقه. الكارثه الغير مسبوقه دي هي عباره عن انه قد يكون في كوكب خبط في الارض، يا اما كوكب يا اما نيزك ضخم لكن اتدمر وابتدت تقع الشظايا بتاعته على الارض. لكن الشظايا دي كان حجمها كبير لان هو المذنب ده كان حجمه ضخم. في اماكن كتيره لقوا فيها حفر عميقه وكبيره جدا وغير مبرره، ادت كمان لتغير مناخي عظيم جدا. يعني مثلا مكان كان فيه شلال في امريكا فجاه بقى عباره عن صخور، والشلالات دي تحولت لحاجات كده شبه الغابات المتحجره وتحجرت، ولقينا حفره كبيره جدا في الارض. فقد تكون الحفره دي وقع فيها جزء من النيزك. نفس القصه دي لقوها في نفس المدينه دي في الهند، لقوا برضو حفرة كبيرة وتوقعوا ان الحاجة اللي خبطت في الارض وعملت نور ضخم جدا، وبما ان هي خبطت خبطة جامدة في الارض، الخبطة دي ممكن تكون حصلت مرة واحدة. لو ده جسم كبير قد يكون زي ما بقول لكم كوكب او قد يكون مذنب او ايا كان يعني، او قد تكون استمرت لشوية لو الموضوع كان عبارة عن شظايا لان متكسرة. فالموضوع مش هيحصل مرة واحدة، هيحصل على مراحل، والمراحل دي قد تكون أثرت على المحور بتاع الأرض، والأرض ممكن تكون اتقلبت، لأنه مذكور عندنا نص في مصر القديمة إنه الشمس شرقت من الغرب مرتين وغربت من الشرق مرتين، فهو مش مفهوم إيه اللي حصل، وده كلمتكم عنه شوية في الفيديو اللي فات اللي كان بيتكلم عن الفلك. فهنبص كده في كل الحضارات هنلاقي كل واحد مدينا كده يعني ايه حاجة بسيطة، ولما نكون الصورة كلها نجمع من كل الحضارات ممكن يكون عندنا صورة شبه كاملة، او لو ما كانتش صورة مفهومة جدا بالنسبة لنا فعلى الاقل هيبقى عندنا تصور. فده الجزء اللي بتحكيه قصة او اسطورة المهابارتا او ملحمة المهابارتا في الهند عن نهاية الارض ان هي حصلت بالشكل ده. طبعا ده لما حصل عمل تغيير مناخي مفاجئ، التغيير ده كان قد يكون حصل في ايام او في اسابيع. في شواهد بتقول ان الناس زمان كانوا عارفين ان ده هيحصل لان هم كان عندهم درايه فلكيه عاليه جدا، فاكيد حسبوا ان في كارثه هتحصل في الوقت الفلاني، وعشان كده اهتموا جدا بعلوم الفلك، ودايما بيرسموا لنا الفلك وبيرسموا لنا حاجات ليها علاقه بالمجموعات الشمسيه. بس بما ان لسه علمنا او معرفتنا بالفلك مهما كانت برضو لسه محدوده، واحنا ما بنربطش بين الفلك وبين الظواهر قوي، ولما تكلم مع حد بالطريقه دي هيقولك ان انت بتخرف وبتقول تخاريف وحاجات ما بتحصلش. لكن واضح ان هما كانوا بيدوا لنا معلومات عن حاجات حصلت قبل كده عشان ناخد بالنا ان الحاجات دي كل دوره كامله لكل مجموعه نجميه قد تتكرر مره ثانيه. يعني الكارثه اللي حصلت دي في 10000 قبل الميلاد وارد جدا ان هي تتكرر كمان 2000 سنه كمان 1000 سنه كمان، معرفش لما تكمل الدوره الكامله بتاعتها. فدي من الحاجات المهمة اللي هم كانوا عايزين يقولوها، ان هم كمان يحذرونا ان الكارثة دي هتتكرر كل كذا 1000 سنة، والكارثة دي هتحصل وقبل ما تحصل لازم تكونوا مستعدين. قارة السند القديمة بيقال ان هي ابتدت 9000 قبل الميلاد، بس انا اشك في الكلام ده واصدق جدا ان هي حضارة اقدم من كده بكتير، لان عندهم اماكن اصلا اكتر من عمرها اكتر من 9000 قبل الميلاد، معابد هندوسية، حاجات انا شفتها شخصيا يعني. فاظن ان هي عمر الحضاره عندهم ابتدى من قبل 9000. ما ينفعش اي حضاره استمرت نقول ان هي ابتدت بعد الكارثه اللي حصلت دي. بعد الكارثه ممكن يكون حصل اعاده احياء للحضاره اللي كانت موجوده في المكان ده، لكن ان احنا نبدا حضاره من اول وجديد فجاه بعد كارثه ضخمه حاجه مش يعني مش لوجيك بالنسبه لي يعني. او بيقولوا لنا انه قد تكون بدايه الحضاره في السند القديمه ابتدت 9000 قبل الميلاد، وان دي كانت حضاره متقدمه جدا. نفس الكلام اللي بنقوله عن مصر، نفس الكلام اللي بنقوله في العراق وبنقوله في اي مكان فيه منتج حضاري موجود قديم جدا غير مفهوم، يعني غير مفهوم اتعمل ازاي، غير مفهوم اتعمل ليه، الغرض منه، التفاصيل بتاعته، زي الهرم وزي حاجات كتيره موجوده في حتت كتير في العالم مش بس عندنا في مصر.
فزي ما قلت لكم ان هم كانوا بيقولوا ان المدينه دي مدينه كانت، يعني في ناس كمان بتقول ان هي ممكن تكون اطلانتس او حضاره اطلانتس المفقوده كانت موجوده في المكان ده. بس في الفيديوهات الجايه هتلاقوا ان كل الاماكن اللي لقينا فيها حاجات غامضه. بيقولوا دايما ان يعني من المتوقع ان اطلانتس، مدينه اطلانتس تكون موجوده في المكان ده. فمش هنتكلم على موقع اطلانتس لان احنا يعني عندنا شواهد كتير في اماكن كتير ممكن ترجح ان اطلانتس تكون كانت هناك، ويمكن اصلا كمان كانت في مصر. فما نقدرش نقول اطلانتس دي كانت فين اصلا. حاجه مهمه جدا كمان ذكروها في موضوع المهابارتا او في ملحمه المهابارتا. الهند قايمه على 3 آلهة. حاجة مهمة عايزة أقولها لكم في الأديان القديمة، الديانات القديمة لا تدعو للتعدد، ولكنها ملهاش صورة واحدة. يعني هم بيتصوروا إن الخالق هو واحد بس ليه صور. الصور دي مش آلهة مختلفة أو مش آلهة منفصلة عنه، دي صور أو تجليات زي أسماء الله الحسنى كده، وزي نفس الفكرة عند الديانات التانية. نفس القصة كانت عند في الهندوسية، بس الهندوسية بتتوقع أو بتشرح قصة الخلق بإن هي الموضوع في الهند قايم على 3 تجليات، او خلينا نسميها نتورو يعني زي ما احنا بنقول عندنا في مصر. براهما ده اللي هو الاولاني، ده بيمثلوه بصوره يعني راجل كان قاعد فوق زهره لوتس، وزهره اللوتس دي كانت فوق الميه. واحنا لقينا كمان تشبيهات كتيره لده موجوده عندنا في مصر. يعني في مثلا لو رحتوا المتحف هتلاقوا زهره لوتس وطالع منها راس توت عنخ امون. فقصه اللوتس فوق الميه والحاجات دي برضو عندنا زيها في مصر. الراجل قاعد فوق اللوتس لقى نفسه هو اللي خلق نفسه، ولقى نفسه زهقان، قال لما ايه اعمل اي حاجه تسليني. راح عامل بيضه من الذهب، وبعد شويه لقى نفسه زهقان اكتر فقرر ان هو يخش جوه البيضه. قعد جوه البيضه زهق شويه فقرر ان هو يكسر البيضه دي ويطلع بره. وبعدين لقى نفسه زهقان كمان فقرر ان هو يخلق الكون، يعني عمل السماء والارض والحاجات دي. وبعدين تقريبا لقى نفسه زهقان فقرر ان هو يعمل نفسه مساعدين. المساعدين دول هيعملوا كل الحاجات بتاعته بدل ما هو يعملها. المساعدين دول ما نقدرش نقول ان هم آلهة مختلفة او منفصلة، لكن هي جزء من الكل ومتحدة معاه. زي ما بنقول كده لاهوت لم يفارق ناسوت. اللاهوت ده اللي هو الطبيعة الإلهية، والناسوت اللي هي الطبيعة البشرية. بمعنى انه مفيش انفصال، مفيش انفصال بين الاثنين، لانه بعد شوية الكائنات دي بتسيح وبترجع تاني تندمج مع الكل اللي هو الإله. هي دي الفكرة اللي بتتكلم فيها كل الديانات القديمة. واي حاجات واخدينها دلوقتي بنتكلم في نفس الفكرة، فاحنا واخدينها من الديانات القديمة اللي كانت موجودة في الهند وفي العراق وفي مصر. دي الاماكن الاساسية اللي احنا اقتبسنا منها نفس الافكار، وهنلاقي نقط تماس كتير جدا بين الديانات بتاعتنا بغض النظر هي ايه، يعني اللي بنسميها الديانات الابراهيمية، وبين الافكار والاساطير بتاعت الديانات القديمة اللي كانت موجودة في كل حتة حسب الدين ده ظهر فين. نقطة من نقط الاختلاف بيننا وبين الهندوسية أو بيننا وبين حضارة السند القديمة إن هما القصة دي بتتكرر كل يوم. يعني زي ما أنا حكيتها لكم كده فيها حاجات زيادة وحاجات ناقصة، بس الفكرة بتتكرر كل يوم، لأن هو في نهاية اليوم خلاص بينام بيصحى تاني يوم يلاقي نفسه برضه زهقان تاني فيكرر عملية الخلق. عشان كده هما بيعتقدوا في الانكارنيشن، تناسخ الأرواح. عندهم تناسخ الأرواح بمعنى إنه القوة الإلهية دي او الجوهر موجود في كل كائن موجود. يعني الجوهر ده مش هو الاله بس، لكن الاله بيدي جزء منه في كل كائن وفي كل مخلوق وفي كل موجود. دي الفكره اللي هم بس بيعتقدوا فيها. عشان كده عندهم تناسخ ارواح، وبيقول لك لو الانسان ده كان كويس في حياته فالحياه الجايه او الفيز الجاي بتاع حياته هيبقى كائن اعلى، هيكون بني ادم بس بني ادم افضل. وهكذا لو كان أسوأ هينزل لمستوى أدنى، يعني بني آدم يحصل له حاجات كتيرة كوارث في حياته، أو ينزل لمستوى تحت البني آدم، ممكن يكون حيوان، ممكن يكون شجرة، ممكن يكون أي حاجة. فعشان كده عندهم فكرة التجدد، يعني هم عندهم فكرة التجدد لأن الإله بيستيقظ كل صباح يعيد عملية الخلق من الأول، يعني يعيد كل القصة دي من أول وجديد. وداخلين بقى فيها تجليات بقى، واحدة على شكل ست، حاجة على شكل راجل، حاجة ليها 4 ايدين، حاجة ليها 6 ايدين، وكل الحاجات دي ليها رمزيات. يعني في حاجة مهمة جدا في الهند أو في السند القديمة يعني اسمها الفيمانا. ايه هي الفيمانا دي؟ الفيمانا دي تقريبا كانت أطباق طايرة. أطباق طايرة كانوا حكوا عنها في الأساطير أو في أسطورة منهم أو في ملحمة منهم اللي هي مهابارتا، اللي هي تقريبا أكبر ملحمة عندهم. المشكلة في المهابارتا دي إن هم مكتوبة بلغة قديمة جدا اللي هي سانسكريت، ودي لغة تقريبا محدش بيستخدمها دلوقتي، ولغة قديمة جدا بقالها عشرات الآلاف من السنين.
فناس قليلة جدًا أصلًا في الهند اللي اتعلمت اللغة دي وبتعرف تقراها، زينا بالضبط إن دي لغة ما بقتش مستخدمة، فلغة شبه ميتة. فلمّا تقرا النصوص اللي مكتوبة يا إما هتفهمها بشكل مختلف تمامًا بعقل إنسان القرن العشرين، أو مش هتفهم حاجة أساسًا. زي الأساطير اللي بيتكلموا عنها وبيقولوا إن الفيمانا دي إن هم كان عندهم آلات، الآلات دي كانت بتطلع لفوق وبتطير لفوق ولتحت وبتتحرك يمين وشمال وبتتقدم وبتتأخر، ودي كانت بتدورها محركات أو مولدات كانوا بيستخدموا فيها الزئبق. طب أنت واحد من كام ألف سنة أنت عارف الزئبق منين؟ يعني ده سؤال مثلًا بسيط جدًا في موضوع المهابارتا ده. بعد كده بيقول لك إن في شخص كان بيقعد جوّه الفيمانا دي. الفيمانا دي على شكل القمة بتاعة المعابد بتاعتهم، دايمًا المعابد الهندوسية بتقوم على شكل رأسي مش أفقي. في امتداد أفقي ورا، لكن الجزء الأهم واللي فيه الشغل كله هو الجزء الرأسي. عشان كده في كمان أماكن كتيرة في الهند في المعابد الهندوسية القديمة فعلًا اللي بقى لها 1000 سنة أو أكتر، الجزء بتاع اللي فوق ده بيدور على تروس وبيلف. يعني بيعتقد إن هو كمان يمكن يكون هو أصلًا كان فيمانة وبيستخدموه كفيمانة، بس بما إننا مش عارفين التكتيك دلوقتي فمش عارفين نشغّله. وبيقولوا إن هي كان فيها طاقة معيّنة بيستخدموها ضد الجاذبية، ودي من أهم النقط الغامضة اللي موجودة في كل الحضارات، إن إحنا أثّرنا على الجاذبية. أنا دايمًا حتى لمّا باجي أشرح لهرم باقول لهم الموضوع كلّه ليه علاقة بعلم أو علوم معيّنة إحنا ما نعرفهاش، ليها علاقة بالتأثير على الجاذبية، ليها قوة معيّنة ضد قوى الجاذبية، فالحاجات ما بيبقاش وزنها زي ما إحنا بنشوفه أو بنفكّر فيه دلوقتي إنه ده وزنه 2 كيلو، طب هارفعه بإيد واحدة، طب ده وزنه أتقل شوية، طب هاحتاج إيدين. لأ، الموضوع كان مش بتبُص على وزن الحجر، أنت بتستخدم حاجة ضد الجاذبية، فالحجر ما بيبقاش له وزن، فبيبقى سهل جدًا إنك ترفعه لفوق كام 100 متر. فهي نفس القصة اللي بتتكلم فيها المهابارتا، بتتكلم إن الفيمانا دي كانت بتطير في الجو، وهي اللي كانت بتساعد الناس إن هي تصعد للسماء وتنزل مرة أخرى للأرض، وده مكتوب نصًا في المهابارتا. ساعات بيقولوا بقى إن هي تشبه طائر كبير، وساعات بيقولوا إن هم كان عندهم أسلحة متطورة تطور عظيم، وكانت بتستخدم في الملاحم وفي الحروب الكبرى، وبيكلمك عن كائنات فضائية وحاجات كتيرة بقى، كل ده مذكور في المهابارتا. بس بما إن الناس هناك اللي بتقراه بتبُص للموضوع إن هو أسطورة، فأنا مش مهتمة أصلًا أبُص للتفاصيل، يعني إيه حاجات بتطير، ويعني إيه محركات، ويعني إيه تطلع للسما وتنزل للأرض. بس إحنا لو بصينا للحاجات دي من زاوية تانية، لو ابتدينا نفُك شفرات الأساطير ونحاول نتعامل معاها إن دي قصة حد عايز يوثّق حاجات معيّنة بتحصل، بس عايز الناس تبدأ تتناقل الأسطورة، لإن الأسطورة بيبقى ليها سحر. يعني فاكرين لمّا كنا صغيرين كان مسلسل ألف ليلة وليلة، وتلاقي 7000 ألف شخصية طالعين في المسلسل وكل واحد اسمه غريب، ويدخّل لك أسطورة ويقول لك دخل القصر وولّع نار وبعدين لقى لون أحمر وبعدين دخل لقى متاهة. الموضوع لمّا بيتحوّل لأسطورة بيبقى ليه سحر كده، الناس بتبقى مهتمة جدًا إن هي تسمعه، مهتمة إن هي تحكيه. فهتلاقي مثلًا قصص زي علاء الدين والمصباح السحري، زي علي بابا والأربعين حرامي، زي flying carpet، حاجات بقى كتير كده في ثقافتنا وفي الثقافات الأخرى هتلاقوها مستمرة بقى لها آلاف السنين. بس القصص دي هي مش المفروض نعدّيها مرور الكرام، لأ، نقف عندها ونفكّر بقى الحاجات دي بتوصف إيه، أو عايز يوثّق لنا إيه، أو عايز يقول لنا إيه. فكتبوا في شكل أسطورة عشان الناس تفضل مهتمة ويفضل ليه السحر الغامض بتاعه، فالناس تفضل تتناقله عبر الأجيال. دي لمحة بسيطة كده عن حاجة في ملحمة ضخمة جدًا موجودة في الهند، حبيت ألقي الضوء عليها وأقول لكم إنه في حضارات تانية قديمة بتتكلم بلغة الأساطير برضه ومع الفلك، وعايزين يقولوا لنا كلام معين نبُص له ونفسّر الأحداث اللي حصلت أو الكوارث اللي حصلت في الأوقات ده، ونحاول نوصّل كل الخطوط ببعض، يمكن في الآخر نوصل لصورة كاملة إيه اللي حصل وإيه اللي أنهى الحضارات العظيمة اللي كانت موجودة زمان. أنا عارفة الفيديو هيعجبكم لإنه فيه معلومات مختلفة شوية عن اللي إحنا بنقولها طول الوقت عن مصر، وحاجات كلّها ليها علاقة بالحضارة المصرية. لو حد عنده أي سؤال في نطاق الموضوع اللي أنا اتكلمت فيه بشكل مختصر واسألني، وإحنا في الفترة الجاية هنعمل حلقات كتيرة هنتكلم عن الحضارات التانية القديمة مش بس حضارة مصر، عشان نحاول نفهم صورة كاملة عن العالم والكون كان عامل إيه من كام ألف سنة قبل الميلاد، مش بس عندنا في مصر، عشان يبقى عندنا تصور. مش هيبقى تصور كامل لأن في حاجات كتير فقدناها في الطريق، لكن على الأقل يبقى عندنا صورة عن الأماكن التمركزات اللي كانت موجودة في العالم في حتت عاملة إزاي، ثقافتهم كانت إزاي، ديانتهم كانت إزاي، أساطيرهم، حياتهم، الحاجات اللي حصلت عندهم وحاولوا يوثقوها هل ليها علاقة بالكلام اللي إحنا كنا بنقوله عندنا في مصر زمان والّا لأ.
فدي حاجة مهمة جدًا إن إحنا لمّا نيجي نتكلم عن حضارتنا لازم ندرس باقي الحاجات المشابهة لحضارتنا، حتى لو ما كانتش في نفس الوقت قبل أو بعد، بس نبقى فاهمين السياق العام ماشي إزاي. أتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تقولوا لي لو عايزين تسألوا على أي حاجة أو في موضوع مهم بخصوص الموضوع اللي إحنا اتكلمنا فيه، لغاية ما نكمل باقي الحضارات القديمة. شكرًا جدًا، أنا كنت معاكم تكريم المرشدة السياحية بالعربي، شكرًا جدًا ليكم.